قبل اي حاجه حبيب اخوك عايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم ويرحمهم وينصرهم على اعدائهم. دلوقتي خلينا نخش في الريفيو. يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ طبعا انت وحشني وانا غايب عليك بقالي كتير، بس بقى انت عارف ايه الحوارات اللي احنا من غير يعني تفاصيل. خلينا النهارده نخش في الموضوع على طول. النهارده جايين نتكلم على فيلم دون بارت 2. طبعا لو انت بتتفرج عندنا على يوتيوب فهتلاقي الفيديو متقسم تحت وكل الحلويات. لو انت حبيب اخوك بتتفرج على فيسبوك فتعال اقول لك الريفيو دي هتمشي ازاي. اولا هنريفيو الفيلم عادي زي ما بنعمل، بعد كده هنيجي لاهم واحلى فقره عندنا وهي فقره نرد افلام، ودي اللي فيها هشرح لك عالم دون كله والكون بتاع دون عشان هو مليان احداث وشخصيات والعالم مبهم شويه. وبعد كده هنقيم الفيلم وكل الحلويات دي، وفي الاخر هيكون في شرح لنهايه الجزء الثاني وشويه تكهنات او توقعات عن الجزء الثالث. طبعا الريفيو بتاعنا ما فيهوش اي نوع من انواع الحرق، احنا هنتكلم في حاجات من الجزء الاول وحاجات من التريلر. بس كده. كوبايه الشاي بتاعتك عايزك تجيب كوبايه الشاي بالنعناع حلوه كده عشان الريفيو زي ما انت شايف هي شكلها طويل تحت. وخلينا ندوق حته سريعه من التريلر بعد كده نخش في الريفيو. Fragments. You've been fighting the Harkonnens for decades. Luke! My family's been fighting them for centuries. Here, we're equal. Deal with this prophet. Send assassins. Feyd-Rautha, he's psychotic. But I do see a way. This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. This silence! You are not prepared for what is to come. دون التريل. احداث الجزء الثاني بتبدا بعد احداث نهايه الجزء الاول مباشره، وعشان نفتكر سريعا ففي نهايه الجزء الاول بول كان في قتال مع جيمس، قدر ينتصر عليه ويقتل جيمس. فهم في اخر الجزء الاول كانوا واخدين جثه جيمس راجعين بيها لقريه الفريم. وعشان نفتكر اكتر فالبارون اللي من هاوس هاراكن كان سيطر على كوكب اراكس اللي هو كوكب الصحراء، وقدر ان هو يبيد عيله بول اللي هي هاوس اتريدس. فالجزء الاول كان تمهيد لبول انه هيكون لسان الغيب، وشفنا في الرؤى بتاع بول في الجزء الاول ان هو هيقود جيش وهيحقق الانتقام لعيلته وهيحقق الانتقام للهوس بتاعه واللي حصل فيه. وشفنا كمان في الرؤى بتاعته انه هيحقق كل النبوءات اللي هتوصله لانه يكون لسان الغيب او زي ما بتتقال في الفيلم لسان الجيب. وشفنا كمان في الرؤى بتاعته في الجزء الاول ان امه ليدي جيسيكا هتكون الام المبجله للفريمان، ومن المنطلق ده هتكون احداث الجزء الثاني. غالبا الافلام اللي مبنيه على روايات بتكون حلوه ومتماسكه، وهتلاقي ان احسن الافلام في التاريخ هي مبنيه على روايات. فانت هنا بتتكلم على فيلم مبني على روايه، المخرج بتاع الفيلم معروف بالسينماتوجرافي المبهر اللي بيطلعه في افلامه، والمخرج هو دينيس فيلينيوف. يعني انت عارفني في الكرواسون مش قد كده فهو اسمه فرنساوي فيعني بحاول. دينيس فيلينيوف ده اللي عمل افلام زي ارايفل وانسينديوس وبليد رانر، فانت اكيد عارف السينماتوجرافي بتاعته عامله ازاي. والموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم وده ثالث عنصر معانا اللي عاملها هو هانز زيمر اللي عنده 2 اوسكارز، واللي عمل موسيقى تصويريه لافلام زي انترستيلر وانسبشن ولايون كينج وجلاديتور، وطبعا حبيب قلبي باتمان فيرسس سوبرمان ومان اوف ستيل لازم احطهم مش حبايبي دول. فالفيلم مجتمع فيه كل العناصر اللي تخليه تحفه سينمائيه. وده غير طبعا ان الجزء الاول من الفيلم اللي هو دوم بارت 1 اخد 6 اوسكارز. يعني انت متخيل الرقم 6 اوسكارز، منهم سينماتوجرافي وايديت او المونتاج يعني والموسيقى التصويريه والسي جي اي او فيجوال افكتس. فانت هنا حبيب اخوك بتتكلم على الجزء الاول كان ممتع ومبهر في كل حاجه، فكان لازم الجزء الثاني يجي يا يساويه في نفس الحلاوه اللي احنا شفناها يا اما يكون احسن منه. وفي الحقيقه الجزء الثاني من رايي الشخصي هو احسن من الجزء الاول بكتير، وعلى عليه في حاجات كتير وهقول لك الحاجات دي كمان شويه. انت رايح فين يا راجل؟ احنا قاعدين مع بعض، انت مش شايف ده احنا ليلتنا طويله لسه. مبدئيا في اول الحاجات اللي الجزء الثاني فيها كان احسن من الجزء الاول هي السينماتوجرافي. الجزء الثاني كان ماشي على نفس نهج الجزء
الجزء الاول في السينماتوجرافي، بس اللي خلاه احسن ومبهر اكتر للعين هي المعارك، ودي هنتطرق لها كمان شويه. السؤال المهم يا حبيب اخوك، ليه عمو نرد افلام في اغلب ريفيوهاته بيهتم بالسينماتوجرافي بالذات؟ عشان في الحقيقه انا بقدر المتعه البصريه وبحطها في اولوياتي في تجربتي لمشاهده اي حاجه عموما. نيجي بقى البوينت بتاعت المعارك. الفيلم فيه معارك كتيره جدا، قد يكون فيه شابتر او اتنين هما اللي مفهومش فايتس، اما بالنسبه لباقي الفايتس فهي كانت ملحميه، وانا هنا بتكلم على كل الفايتس اللي موجوده على مدار الفيلم كلها ملحميه، لان انت تخيل انت عندك سينماتوجرافي مبهر، ساوند تراكس في الخلفيه يدخلك في المود وملحمي جدا. at some point انت بتحس انت هنا مش بتتفرج على فيلم خيال علمي، المشهد بيحسسك كأني بتفرج على مشهد حربي في فيلم الحرب العالميه، وفيلم ده ايه كلاس مثلا كمان، مش فيلم اي كلام. فالمعارك متنفذه بطريقه جميله جدا. حاجه زي اللاست فايت دي فدي كانت عبقريه مثلا لوحدها. يعني انت في اللاست فايت بتشوف وهم بيحطوا الخطه، فهم هيهجموا من كذا مكان وبتاع، بس ما بيقولوش الخطه هتتنفذ ازاي، وبعد كده تتفاجئ بالتنفيذ بتاع الخطه اللي هو كان تاني اكتر مشهد حلو وملحمي في الفيلم. لان المركز الاول طبعا صاحبه هو المشهد بتاع تحقيق بول لاخر بروفيسي للسان الغيب، واللي هو كان مشهد بصراحه يخلي الواحد يقشعر من كتر ما هو مشهد ايبك. كمان في بوينت تتحسب للجزء الثاني على حساب الجزء الاول، وهي الاداء التمثيلي وتحول الشخصيات. الاداء التمثيلي في الجزء الثاني هو طبعا احلى من الجزء الاول، وده بسبب تحول الشخصيات او التحول في الارك بتاع الشخصيات. فعندنا احسن ادائين تمثيليين في الجزء الثاني كانوا من نصيب اول واحده ريبيكا فيرجسون في دور ام بول او ليدي جيسيكا او دلوقتي بقى الام المبجله، والمركز الثاني هو خفير بارديم في دور القائد ستيلبر. وفي الحقيقه الشخصيتين دول هم من اهم الشخصيات في القصه، وكانوا مؤثرين بشكل كبير بسبب تشابه قيودهم مع القصه وادائهم التمثيلي العالي، فده اضاف بعد جديد حلو في الفيلم. من ضمن برضه تفاصيل الفيلم الحلوه واللي قلت لك عليها من شويه هو ان الفيجنز بتاع بول في الجزء الاول كانت بتتحقق في الجزء الثاني. الجميل ان الحوار ده لسه مكمل معانا، وبول لسه بيشوف فيجنز، بس دي بقى بتدي هنتات على احداث الجزء الثاني. يمكن في الجزء الاول ظهر كوكبين، وهما كوكب كالادان اللي منه عيله بول اتريدس، والكوكب الثاني والكوكب اللي بتدور عليه الاحداث كلها هو كوكب اراكس اللي هو كوكب الصحراء. الجزء الثاني بقى هيظهر معانا كوكبين برضو، كوكب اراكس زي ما هو اللي هو كوكب الصحراء اللي احداثنا كلها بتدور عليه، والكوكب الجديد اللي هيظهر هو كوكب جيدي برايم، والكوكب ده هو اللي بيحكمه هاوس هاركوننز. والمميز المشاهد اللي كانت على جيدي برايم هو ان كل مشاهد معموله بالابيض والاسود بسبب ان جلد الهاركوننز ناصع البياض. فالشيفت اللي كان بيحصل بين مشاهد الصحراء بتاعت اراكس اللي هي غالب عليها اللون الاصفر والابيض والاسود لما بنروح المشاهد في كوكب جيدي برايم، التحول ده برضو كان مريح للعين وفي نفس الوقت مبهر بصريا. بص هو اي تفصيله في الفيلم هي مبهره بصريا عموما بقى. من ضمن الشخصيات الجديده اللي ظهرت عندنا هو في دروثا، واللي كان الابيض والاسود ضايف لشكله ولشخصيته في الفيلم هيبه ورعب كده. وطبعا هنقول هو مين وهنحكي قصته في فقره نرد افلام، وعارفك انت يا شاي مستني فقره نرد افلام، هتيجي تقلقش هتيجي جايه كمان شويه وهتنبسط، دي احلى حاجه عندنا في الحلقه. يمكن الجزء ده هو هيكشف لنا حاجات كنا سمعنا عنها في الجزء الاول وما كناش فاهمين هي ايه، زي الشابترز اللي هيتحول فيها بول للسان الغيب. احنا عارفين انها هتحصل بس ما كناش عارفين هي هتحصل ازاي او ايه البروسيس اللي هيعدي بيها بول عشان ساعتها نقدر نقول عليه فعليا ده خلاص بقى لسان الغيب. فدي في الحقيقه كانت من افضل الشابترز في الفيلم والمفضله تقريبا بالنسبه لي، ويمكن من ابرز الحاجات برضو اللي هيكشفها لنا الجزء الثاني واتذكرت في الجزء الاول وما فهمناهاش هو مصطلح الكفيتسات هديرخ، وده هنتكلم عنه برضو في فقره نرد افلام، تستعجلش استنى شويه. سايد نوت بقى كده هيبقى اخوك يعني حاجه ليك، يعني الفيلم ده لو عايز تشوفه في السينما فروح شوفه سينما تكون اي ماكس او ماكس، لان تجربه الساوند تراكس العاليه مع المشاهد الملحميه لو انت بتتفرج في سينما عاديه فهيكون مش افضل حاجه يعني. اما لو الحاله مزنقه يعني زي عمو نرد افلام كده كانت الحاله مزنقه معاه فشافه في سينما عاديه فعادي يعني مش مهم. انا بس بكلمك عشان لو انت عايز تاخد تجربه مشاهده احسن، اما لو الدنيا مزنقه فعادي تشوف اي حته، المهم تشوف وتنبسط وخلاص. دون زي ما قلت لك هو مبني على روايه او روايات في الحقيقه، يعني هو مجموعه روايات عددهم 24 روايه، منهم 6 اصليين نشرهم فرانك هيربرت، اما الباقي فنشرهم ابنه براين هيربرت بعد ما ابوه مات. وده ياخدنا للفقره الاهم عندنا والسيجنتشر بتاعتي. ايه اهلا بيك يا حبيب اخوك في اهم فقره عندنا وهي فقره نرد افلام. الفقره دي هي السيجنتشر بتاعتي. المهم يا حبيب اخوك دون او سلسله افلام دون هم في الحقيقه 3 اجزاء، اتعمل منهم 2 ولسه الثالث هيتعمل وهينزل كمان كذا سنه. ال3 اجزاء دول مبنيين على اول جزئين في سلسله روايات دون اللي هم دون ودون مسايا، يعني دون بارت
بارت 1 ودون بارت 2 مبنيين على اول كتاب اللي هو اسمه دون بس. اما الجزء الثالث اللي لسه هينزل او لسه دلوقتي في مرحله البري برودكشن فهو هيكون مبني على الجزء الثاني اللي اسمه دوم ميسايا. واحده واحده بقى حبيب اخوك عشان اعرفك على العالم ده عامل ازاي وابني لك الصوره كامله عشان تبقى شايف المشهد قدامك صح. شوف يا حبيب اخوك، هي القصه كبيره ومعقده، فانا عشان احكي لك القصه كلها فانا همشيها معاك بطريقه ان انا هبتدي من فوق من بعيد قوي وبعد كده افضل نازل معاك في القصه لحد ما نوصل لاخر عنصر عندنا واللي هيكون بول اتريدس. فخلينا نبدا من الاول واحده واحده. الاحداث كلها بتدور في لانزراد، ولانزراد ده هو زي الكون اللي بيضم كل الكواكب اللي موجوده عندنا في القصه. ولانزراد هي كلمه اسكندنافيه معناها الحرفي ارض المجلس، وده لان كل العائلات او كل الهاوسز كانوا بيقعدوا عشان يديروا شؤون المكان ده. والعائلات هنا او الهاوسز فانت ممكن تتخيلها كانها مثلا الهاوسز اللي كانت في جيم اوف ثرونز. في وقت ما حصلت حملات ضد الروبوتس الذكيه لانهاء سيطرتها على البشر، وده ادى لحدثين هم باتلريان جهاد وماشين كروسيد. وما تستغربش مصطلحات زي جهاد وكروسيد، انا هفهمك كمان شويه. بعد الحدثين دول انتهت كل الروبوتات والكمبيوترز والذكاء الاصطناعي من الوجود، عشان كده انت هتلاحظ ان العالم ده ما فيهوش اي نوع من انواع الروبوتات او الكمبيوترات عموما. ومش مذكور الوقت تحديدا، بس هو يا قبل الاحداث دي مباشره يا بعدها مباشره اعتلى العرش الذهبي للانزراد هاوس كورينو، وفضلوا حاكمين لانزراد لحد الامبراطور شادوم كورينو الرابع اللي ظهر في الجزء الاول والجزء الثاني من فيلمات. وبعد كده نيجي لشركه شوم، والشركه دي هي المتحكمه في التجاره والنقل عبر الاكوان كلها. والمتحكم في شركه شوم هم السبيسنج جيلد، دول زي جماعه او طائفه كده وهم المسيطرين على النقل عموما عبر الاكوان، ومحدش يعرف يسافر من غيرهم. طب ليه محدش يعرف يسافر من غيرهم؟ لان بعد باتلريان جهاد وماشين كروسيد ما بقاش فيه كمبيوترات وما بقاش فيه اجهزه ملاحه، بمعنى اخر ما بقاش فيه تكنولوجيا مستقله بذاتها. عشان كده انشئت مدارس تعلم العقول البشريه القيام بالحاجات اللي كانت الماشينز هي اللي بتعملها. فالسبيسنج جيلد الافراد بتوعها بيستخدموا السبايسز او التوابل زي ما بتترجم في الفيلم عشان يعملوا تحول في نفسهم وفي محركات المركبات بتاعتهم، فده يخليهم هم شخصيا النافيجيتورز بتوع اي حد مسافر. وغالبا شركه شوم والسبيسنج جيلد بيكونوا حياديين في اي معارك بتحصل جوه الانزراد، بمعنى انهم ما بياخدوش صف حد، هم محايدين. زي ما قلت لك من شويه فالهاوس المسيطر على العرش الذهبي او الهاوس اللي منه الامبراطور هو هاوس كورينو، وده كان عنده زي كتائب مدربه لحمايه الامبراطور وتنفيذ اوامره كان اسمهم سردوكار. السردوكار دول من اشرس واكتر الكتائب المدربه في لانزراد كلها، واللي كان بينافسهم هي الكتائب بتاعه هاوس اتريدس. ولذلك الامبراطور كان عايز يخلص من هاوس اتريدس لانه كان حاسس ان هم تهديد بالنسبه له. ولولا الخيانه اللي حصلت في الجزء الاول من الدكتور انه عطل اجهزه الانذار فما كانش هاوس اتريدس اتباد اصلا. فالامبراطور راح استغل العداء القديم بين هاوس هاركونين وهاوس اتريدس ودعم قوات الهاركونين بالسردوكارز بتوعه. وزي ما اتقال في الجزء الاول فالامبراطور ما يقدرش يبعت القوات بتوعه انهم يروحوا يحاربوا هاوس معين لان باقي الهاوسز هتثور ضد الامبراطور. فاكر من شويه لما قلت لك ان في مدارس انشئت؟ ففي واحده انشئت بتطلع اللي بيدخلوها على جماعه اسمهم بيني جسرت سيستر هود، وطبعا سيستر هود كل اللي فيها ستات. هم مهمتهم الظاهريه انهم يكونوا مستشارين للامبراطور، بس في الخفاء هم الحكام الحقيقيين للمملكه كلها، بيحطوا خطط قد تصل لمئات السنين قدام عشان يخدموا مصالحهم ويحكموا السيطره على الامبراطور اللي قاعد على العرش، ايا كان بقى مين الامبراطور او من هاوس ايه. هم كل اللي عايزينه ان هم يكونوا مسيطرين عليه وخلاص، وده اللي يخليهم بعد كده اكنهم هم الحكام الحقيقيين للمملكه كلها. من ضمن المؤامرات اللي بيعملوها لصالحهم خطط تهجين الانساب، بمعنى بيحطوا خطه ان ابن اللورد فلان هو هيكون الحاكم بعده وهكذا عشان يخدموا مصالحهم. واللي كانت منهم هي ام بول ليدي جيسيكا. طبعا انت ابتديت تحس ان في اسقاطات على الحياه الواقعيه، استنى عليها شويه هجيلك. السؤال المهم بقى، ليه كوكب اراكس اللي هو الكوكب الصحراوي ده ليه اسم كمان وهو دون هو يعتبر محور الاحداث واهم حاجه عندنا في السلسله دي؟ ده ببساطه لان التوابل او السبايسز دي بيتم انتاجها في الصحراء، وهي ماده تطول العمر وبتزود الوعي او الادراك، وفي بعض الحالات الخاصه زي حاله بول او لسان الغريب بتزود قدرته على البصيره كمان. وغير كده واهم حاجه، وده السبب اللي اتذكر في اول جزء كمان، ان السبايسز دي بيستخدموها في السفر عبر الاكوان، ودي اللي بيستخدمها السبيس جيلد زي ما قلت لك من شويه. فلذلك الكوكب ده مهم. اللي بيسكنوا كوكب اراكس هم الفريمان،
وهم هتحسهم شبه الامازيغ او العرب، لان فعليا لغتهم هي مزيج بين العربيه والشاكوبسا دي لغه خياليه اخترعها الكاتب، احنا ملناش دعوه بيها. بالنسبه بقى للفريمان هم بيعبدوا حاجه اسمها شاي هلود زي ما بينطقوها، بس احنا بقى ده العربي بتاعنا بقى، النطق الصح ليها هو شيء الخلود، لان هم ما عندهمش الهمزه دي. الفريمان بيعبدوا او بيقدسوا شاي هلود عشان معتقدين ان ده تجسيد الاله في الصحراء، وزي ما انت عارف وشفت في الفيلم طبعا، فهي دودة الصحراء الكبيرة دي وهي المسؤولة عن إنتاج التوابل، وبيركبوا على ظهرها وهم مسافرين وبيصنعوا من أنيابها الخنجر المقدس بتاعهم. الفريمان كمان مؤمنين إن في شخص هيجي اسمه لسان الغيب، أو من أسمائه كمان اللي نادوه بيها المهدي، هيجي من خارج الكوكب وهيقودهم وهيحول الأرض الصحراء دي لأرض خضر. وده طبعا يوصلنا البطل فيلمنا بول أتريدس أو AKA لسان الغيب AKA برضو كفيتزات هاديرخ. عشان بول يوصل لمرحلة لسان الغيب فهو لازم، انا ليه بنطق لسان الغيب؟ ما انا عربي، ما هو المفروض اقول لسان الغيب عادي. المهم بول عشان يوصل لمرحلة لسان الغيب فهو لازم يعدي بكل المراحل اللي في نبوءة الفريمان، وهو كمان هيكون اول كفيتزات هاديرخ في التاريخ. وعشان افهمك المصطلح ده فهو مصطلح عبري جاي من القبالة اليهودية، وترجمته الحرفية من اليهودية هي قفزة الطريق، وهو مصطلح بيستخدم لوصف شخص بيسافر بسرعة او بيكون موجود في مكانين في نفس الوقت. طبعا تحياتي لاخويا محمد سعيد، انا عارف انت بتتفرج دلوقتي، تحياتي حبيب اخوك، هو اللي في اداب عبري وهو اللي قال لي النطق الصح يعني للكلمه. تحياتي حبيب اخوك. احنا بنعامله عندنا معامله رأفت الهجان يعني. نرجع بقى لعالم دون تاني، فالكفيتزات هاديرخ هو مصطلح بيطلق على اقوى شخص او اقوى كيان موجود في الكون بتاع دون، ومن غير حرق انت هتعرف اغلب صفاته لما تشوف الجزء التاني لو انت لسه ما شفتوش. بول كمان بالنسبه للفريمان بقى لسان الغيب، وده هيديله مكانة إضافية عندهم وهيخلي الفريمان يقدسوه بعد كده يعملوه كأنه إله. أما بالنسبة لباقي الأحداث فدي بقى هقولها في الآخر فقرة الحرق، عشان باقي الأحداث متعلقة بآخر الجزء الثاني وبداية الجزء الثالث. زي ما قلت لك في الأول القصة هتمشي إزاي، إن أنا هاخدك من فوق من عالم دوم من عند لانزراد لحد ما نوصل لبول أتريدس. دلوقتي خلينا نطلع من الكلام ده شوية ونرجع كده فلاش باك للجزء الأول لحاجة قد تكون أنت ما خدتش بالك منها. أنت عارف إن ليدي جيسيكا أم بول هي واحدة من بني جيسريت، فالبيني جيسريت سيستر هود كانت خطتهم الأصلية إن ليدي جيسيكا تتجوز لورد ليتو أتريدس وتخلف له بنت، عشان البنت دي تتجوز فيدروسا، الولد اللي هيخلفوه بقى بنت ليدي جيسيكا، وفيدروسا ده هيكون الكفيتزات هاديرخ. فاللي حصل إن ليدي جيسيكا حبت لورد ليتو أتريدس وقررت إنها تخلف له الولد اللي يكون وريث لعرش الأتريدس. عشان كده الكفيتزات هاديرخ ظهر قبل جيل من خطة بيني جيسريت الأصلية. قد تكون يا حبيب أخوك ابتديت بقى تلاحظ ان في اسقاطات كتير قوي في الموضوع. فانت عندك الفريمان هم شبه العرب ولبسهم شبه العرب او الامازيغ، لغتهم فيها عربي، حتى طريقة ادائهم لطقوسهم العبادية شبه طريقتنا كمسلمين. عندهم نبوءة ان في واحد هيجي لهم اسمه لسان الغيب او المهدي هيقودهم وهيحول الصحراء دي كلها لمكان اخضر. وبعد كده عندك رحلة بول اتريدس اللي هو هيهرب مع امه، هيموت بعدين يصحى، ودي شبه الرواية المسيحية لعيسى. عندك مصطلح كفيتزات هاديرخ اللي هو متاخد من كتاب ديني يهودي اللي هي القبالة اليهودية. فهو الكاتب واخد من كل حتة حرفيا. انا شخصيا ضد ان انت تدخل الدين او الشرائع المقدسة في حاجة خيالية، انا ضد ده ومش بدعم، بس انا كان لازم اشرح لك الكلام ده عشان انت بنفسك تشوف الاسقاطات وفي نفس الوقت تفهم العالم اللي احنا بنتكلم فيه. وبجملة بقى الاسقاطات يعني حبيب اخوك، مش ملاحظ ان السبايسز اللي كل الناس طمعانة فيها دي مش حاسس انها شبه البترول شوية؟ ده في ناس لما بتشم بترول بتقول لك يا خبر دي الناس دي عندها نووي اما اروح، فاهم؟ يلا الحمد لله احنا برضه هنا بنعمل اسقاطات يعني وحلويات، بس انت عارف يعني الخدعه والمهاره يعني. المهم يا حبيب اخوك اللي انا عايز اقوله لك يعني ان سلسله كتب دون دي هي تعتبر من اعلى سلاسل كتب الخيال العلمي مبيعا في التاريخ، هي فعليا ليها اهميه عند الكوميونتي ده. ايه عارف يا حبيب اخوك ان انت دماغك هتفرقع من كتر التفاصيل. انا في الحقيقه حاولت اختصر العالم ده وحواديته وتفاصيله على قد ما اقدر، انا كده اختصرته فعلا لان في احداث وتفاصيل وشخصيات كتير قوي انا ما قلتهاش، عشان ممكن فقره نرد افلام دي تعدي نص ساعه لو قلتها. فيعني اتمنى اكون ما زهقتش وكون انبسطت يعني. وخلينا دلوقتي بقى نرجع لفيلمنا ونرجع للريفيو. انت نسيت ولا ايه؟ لا احنا لسه ما خلصناش الريفيو. تعالى لي هناك اغير النور واجي لك يعني نكمل بقى الريفيو بتاعتنا. عايزك تصحصح معايا قبل التقييم، بس اسمح لي اقول لك على حاجه صغيره كده. من ضمن احداث الفيلم المفروض ان الهاركونينز قصفوا مدينه للفريمان بالطيارات، فستيلجر اللي هو قائد الفريمان
فريمان قال لبول اتريديس اللي هو الممثل بتاعه اسمه الحقيقي تيموثي شالاميه، قال له ان الهاركوننز دول مش رجاله عشان قصفونا بالطيارات بدل ما ينزلوا يحاربونا على الارض. ده كلام هاي. تيموثي شالاميه ده بقى من فتره طلع اتريق على المقاومه واعلن دعمه الصريح للكلاب اللي بيقتلوا اخواتنا في فلسطين، ودي حاجه تبين لنا قد ايه ان العالم دي ما شافتش ربايه وما عندهاش انسانيه. فاينل يا حبيب اخوك وصلنا للتقييم، وتقييمي لفيلم دوم بارت 2 هو 10 من 10. فيلم يعني يستاهل ال10 من 10، وفيلم الافلام القليله اللي الواحد يقدر فعلا يديه 10 من 10 وهو يكون مقتنع باللي هو بيعمله. فيلم 2.5 ساعات ما فيهوش ملل، وفيلم ايبك وتجربه سينمائيه ريكومندد جدا يعني ان انت تشوف. طبعا يا حبيب اخوك لو انت بتتفرج لحد هنا فانا عايزك تعرف ان انا بحبك صراحه يعني. وطبعا اهم حاجه ما تنساش بقى ايه قناتنا على يوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك بقى والحاجات بتاعتك دي، وهات صحابك وحبايبك والمجتمع والناس. انا لسه قاعد، انا لسه مكمل انا والناس اللي شافت الفيلم. لو انت حبيب اخوك ما شفتش الفيلم فاقفل الفيديو وابقى ارجع له بعدين، اما لو شفت الفيلم فخليك معايا. احنا عندنا فقره نرد افلام بقى بارت 2 دي بقى اللي هنتكلم فيها عن توقعاتنا للجزء الثالث، وهنشرح حته كمان من الجزء الثاني، ودي هيكون فيها حرق بقى وايه وهنتكلم براحتنا. الحته دي حرق حبيب اخوك، فتاكد ان انت قفلت الفيديو لو ما شفتش الفيلم. خلينا نبدا بنهايه الجزء الثاني. في نهايه الجزء الثاني احنا شفنا أزول او بول المؤدب، ومعرفش برضه انا ليه بقولها المؤدب مع ان انا عربي، ممكن اقولها المؤدب عادي يعني، بس هنقولها زي الفيلم برضه. في اخر الجزء الثاني احنا شفنا ان هو لقى ترسانه الاسلحه النوويه اللي كان سايبها له ابوه. طب السؤال ببساطه، ليه ما استخدمش الاسلحه النوويه دي على بيت الهاركونن وخلص؟ وبدل ما يعمل كده راح ضرب السور اللي حوالين عاصمه اراكس، فتح فيه فتحه ودخل العاصمه عشان يقابل الامبراطور. عشان زي ما قلت لك فقره نرد افلام ان زي ما الامبراطور ما ينفعش يستخدم السردوكار انه يهجم على هاوس تاني، فكذلك كل الهاوسز عندهم نووي ما ينفعش يستخدموه ضد بعض، والا باقي الهاوسز هيتحدوا ضد الهاوس اللي عمل كده. المهم ان المفروض في نهايه الجزء تاني بول هيتجوز ايرولان بنت الامبراطور. زي ما قلت لك ان اول جزء في الروايات اللي هو اسمه دون هو اللي متاخد منه اول جزئين بتوع الافلام اللي هو دوم بارت 1 ودوم بارت 2. المختلف بقى نهايه الكتاب مقارنه بنهايه الجزء الثاني. في نهايه الجزء الثاني احنا شفنا ان بول اتريدس قتل البارون وكانت اخته علياء لسه ما اتولدتش. في الروايه بقى اخته علياء هي اللي قتلت البارون وكانت اتولدت يعني وكبيره في السن. برضه شفنا في اخر الجزء الثاني الفداكيين او اللي احنا بنقولها بالعربي يعني الفدائيين، ودول هيبقوا قوات بول اتريدس زي السردوكار بتوع الامبراطور، ودول اللي هينفذوا له مهماته عبر الكون بقى في الاحداث الجايه عموما يعني. قد تكون يا حبيب اخوك زاويه التصوير اختلفت عن الحته اللي فاتت عشان وانا رايح اجيب حاجات من ورا هنا رحت ايه شايل ما علينا يعني، ايه دي حوادث وانت فاهم يعني. المهم زي ما قلت لك قبل كده ان الجزء الثالث هو مبني على روايه دوم ميسايا. في افتتاحيه كتاب دوم ميسايا فرانك هيربرت بيقول: لقد فرضوا الالوهيه على المؤدب والان يقاتلون لتدميره، وفي كل الاحتمالات المستقبليه الوفيره لم يرى المؤدب مكانا لبول اتريدس الانسان. دي كانت الاوبننج ستيتمنت لروايه دون ميسايا، واللي فيها فرانك هيربرت عايز يوصف اللي هيحصل ان الفريمان هيشوفوا في بول ان هو المخلص بتاعهم او الاله بتاعهم، وعشان كده بول كامبراطور هيبدا مرحله جديده. وهقول لك على التوقعات دلوقتي. طبعا اغلب التوقعات اللي انا هقولها لك دي هي مبنيه على الكتاب، فهي توقعاتي الشخصيه ومعلومات من الكتاب. وفي الجزء الثالث قوات بول من الفريمان اللي هم الفداكيين هيبداوا حاجه اسمها الجهاد عشان يخلوا بول يسيطر على كل حاجه، واثناء ما بول هيكون هو الامبراطور هتكون بتتعامل ضد مؤامرات من بني جسرت والباقي من هاوس كورينو وبني تيليلاكس، ودول هنجيلهم كمان شويه. المهم ان خطتهم هتكون ان هم عايزين يفجروا زي فرن او موقد حجري وبول واقف قريب منه، وهينجحوا في ده فعلا وهيكون هدفهم ان هم يقتلوه. بس في الحقيقه بول مش هيموت، هو هيتصاب بالعمى، بس هيفاجئ الناس كلها ان هو قادر يشوف بقوه البصيره بتاعته. فهو تكنيكالي ما اتعماش يعني، هو اتعمى بس هو ما اتعماش ولسه شايف. والمفروض برضو من ضمن الاحداث ان هيجي البول دانكن ايداهو اللي ظهر في الجزء الاول وكان بيمثله جيسون موموا. في الحقيقه احنا لسه مش عارفين هل جيسون موموا هيرجع تاني يمثل شخصيه دانكن ايداهو ولا هيجيبوا ممثل تاني هو اللي يعمله، لان في الحقيقه بقى اللي هيروح لبول مش هيكون دانكن ايداهو اللي احنا نعرفه من الجزء الاول، هو هيكون حاجه اسمها غوله، والغوله دي هتكون على شكل
شكل دانكن ايداهو وعندها الدي ان ايه بتاع دانكن ايداهو. وفي الحقيقه الغوله دي هتكون من صنع بيني تيليلاكس. بيني تيليلاكس هم حاجه شبه البيني جيسريك، زي طائفه مستقله منعزله كده، بس هم من خصائصهم انهم يقدروا يلعبوا بالجينات الوراثيه وليهم خصائص تانية بس يعني مش مهم ذكرها دلوقتي. البيني تيليلاكس انت في الحقيقه ما شفتهمش ولا في الجزء الاول ولا شفتهم في الجزء الثاني، فهل هم هيظهروا في الجزء الثالث؟ لو هيكون موجود دانكن ايداهو كغوله فلازم هم يظهروا، انما لو هيشيلوا الجزء ده فممكن ما تسمعش عنهم تاني اساسا. فالسؤال المهم، ايه هي اساسا الغوله؟ الغوله هو كائن مستنسخ من شخص ميت بيعملوه بيني تيليلاكس لغرض معين. فالهدف بتاع بيني تيليلاكس ان هم يقتلوا بول، وعارفين ان بول بيحب دانكن ايداهو وبيثق فيه لان هو كان صاحبه ومعلمه القتالي في نفس الوقت. بس في لحظه معينه دانكن ايداهو هيفتكر ذكرياته مع بول وهيفتكر ان هو كان صاحبه وبيحبه، فهيتراجع عن مهمته. مرات بول اللي هي بنت الامبراطور اللي اسمها ايرولان المفروض انها هتسمم تشاني زي ما شفنا في الفيجنز بتاع بول في اخر الجزء الثاني. فالمفروض ان تشاني هتموت، وهتموت بطريقه مريبه او شكلها مختلف، وده بسبب ان ايرولان هتسمم. وايرولان هتخلف لبول طفلين هما غنيمه وليتو الثاني، هو هيسميه على اسم ابوه فهيكون ليتو الثاني. ومع ميلاد الطفلين دول بول هيفقد كل قدراته. طب كفايه كده يا حبيب اخوك، انا بقول كفايه كده عشان ايه وقت الفيديو طول. طبعا بول لسه قصته ليها باقي، واخته علياء ليها قصه مختلفه، حتى عياله الاثنين كل واحد ليه قصه مختلفه. بس انا يعني وقت الفيديو حاسس ان هو طول يعني زي ما انت شايف، واحنا مش عايزين نطول عليك يا حبيب اخوك، احنا عارفين مشاغلك وبتاع، واكيد كوبايه الشاي ايه يعني خلص. فانت لو تتفرج لحد هنا انا عايزك تعرف ان انا بحبك، واتمنى تكون انبسطت. عايزك تقول لي رايك، الحلويات تبعت لاصحابك تمنشنهم بقى، الحاجات اللي انت عارفها دي. يلا السلام عليكم.